حالات الغدة الدرقية تاخد منظار ولا لا؟ كلمتني حالة بتقول لي يا دكتور أنا كان عندي ورم غدة درقية واستأصلت الغدة كاملة وباخد علاج هرموني وباخد يود كل 6 شهور وعايزة اخد المنظار. فقلت لها ابعتي لي تقرير العملية وتقرير الورم الباثولوجي بتاعها يعني. قالت لي ما حتى لو بعتهولك انا عايزه اخد المنشار وانا حلولي الدايت كلها خلصت ومش هينفع معايا. طيب حالات الغده الدرقيه تاخد منجار ولا لا؟ قولا واحدا حالات اورام الغده الدرقيه قولا واحدا ما تاخدش منجار. حالات خمول الغده الدرقيه تاخد المنجار تحت اشراف طبي. تاني حالات خمول الغده الدرقيه تاخد المنجار تحت اشراف طبي، لكن اورام غده درقيه، عقيدات غده درقيه، نتوءات غده درقيه للشخص نفسه او في العيله ما ياخدش منجار قولا واحدا. قالت لي دكتوره ده في رحت للدكتور فلاني وقال لي عادي نحقنها. قلت لحضرتك عامله استئصال للغده وعندك تاريخ مع الاورام، ما ينفعش ناخد المنجار. ناخدها الحاله عندها خمول عادي جدا، لكن ما فيش يكون في اي هيستوري للشخص او للعيله فيها اورام غده درقيه مهما كانت ومهما كانت الظروف. طبعا شكرتني وقالت لي شكرا يا دكتوره على امانتك، بس احنا لازم ننوه يا جماعه اورام غده درقيه ما تاخدش المنجار.